لسلطات المختصة بشرة المغاربة بعرض وافر من قطيع الأغنام والماعز التي تم تسمينها للعيد، مع التأكيد على أن الحالة الصحية للقطيع جيدة ويتم تتبعها عن قرب. لكن أصداء المواطنين نقلت من أسواق الماشية ارتفاعا كبيرا في أثمنة الأضاحي مقارنة بالسنة الماضية بفارق لا يقل عن 500 درهم. فهذه السنة تتراوح أثمنة الأكباش التي لا يتعدى وزنها 50 كيلوغراما 2500 درهم، حوالي $250. وتتراوح الأضاحي المتوسطة الجودة 3500 درهم، حوالي $350. فيما يتراوح الكبش من الجيد من 4000 درهم فما فوق. وعبر عدد من أرباب الأسر ذوي الدخل المحدود عن عدم قدرتهم على توفير تكلفة أضحية العيد، خصوصا وأن هؤلاء لا يزالون يتكبدون تداعيات جائحة كورونا على وظائفهم ومداخيلهم. واعتبر هؤلاء أن ثمن أرخص الأكباش يفوق قدرتهم الشرائية، آملين أن تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة. لا ينكر عمر الشافعي صاحب ضيعة تسمين الأكباش بمنطقة سيدي حجاج بنواحي مدينة الدار البيضاء أن أثمنة الأضاحي مرتفعة هذه السنة. في تصريحه يرجع الشافعي أسباب ارتفاع الأضاحي إلى أن الكساب اقتنى الأغنام بأثمنة غالية أيضا، كما أن مربي الماشية عانوا أيضا من سنوات الجفاف وارتفاع أثمنة الأعلاف. يضيف عمر الشافعي صاحب ضيعة تسمين الأكباش وبيعها بمنطقة سيدي حجاج. من جهته يعتبر يونس الكياف رئيس الجمعية المغربية لمنتجي اللحوم الحمراء أنه ليس هناك أثمنة مرتفعة بشكل كبير تصل إلى درجة مقلقة. وأكد المصدر نفسه في اتصال موقع سكاي نيوز عربية وفرة عرض الأضاحي بشكل كبير سواء في الأسواق بالدار البيضاء أو خارجها.